نصيحة لكل واحد لسه هيبني عمارة، قبل ما تصب متر واحد خرسانة في العمارة بتاعتك او قبل ما النجار اصلا يبدأ ينزل خشبه في الموقع لازم تعمل جسات في الموقع. الجسات دي ليها فوائد كتير، اهمها اول حاجة استكشاف طبقات التربة، بمعنى ان احنا بنعرف التربة اللي هنأسس عليها العمارة دي عبارة عن ايه، تربة رملية ولا طينية ولا طفلية ولا صخرية، وهل ينفع اصلا ان احنا نبني عليها ولا لا، وهل هتتحمل الاحمال اللي هتجيلها من المبنى ولا لا. تاني فايدة ان احنا بنعرف البيرنج كباستي للتربة اللي هو اجهاد التربة او قوة التربة، ومن خلال رقم البيرنج كباستي ده بنستخدمه في التصميم الانشائي للاساسات بتاعة المبنى، بحيث ان احنا نقدر نعمل اساسات تتحمل الاحمال بتاعة العمارة بتاعتك، فما نعملش اساسات كبيرة ونكلفها كتير او نعمل اساسات صغيرة ما تتحملش احمال المبنى. فبناخد رقم البيرنج كباستي ده ومن خلاله بنقدر نأسس اساسات المبنى. اللي بيعمل الجسات دي معمل تربة معتمد، مش اي مقاول او اي مهندس، ولازم يديك تقرير بالجسات ويكون مختوم من المكتب. لو حضرتك بنيت وما عملتش جسات ولا قدر الله عندك في التربة طفلة او عندك في التربة تربة ردم قديمة او مقلب كان بيترمي فيه رتش او حجارة، آجلا أم عاجلا البيت هيريح ويحصل فيه شروخ وهينهار وتدعيمه هيكون صعب جدا. تكلفة الجسات لا تتعدى 5000 أو 6000 جنيه، بس بتأمنك جدا، بتخليك تشتغل مظبوط وبتكون ضامن بنسبة 100% إن أنت شغال صح. احنا عملنا هنا جسات في التربة واكتشفنا إن احنا لازم نعمل إحلال، الإحلال ما يقلش عن 1.5 متر، لأن عندنا هنا التربة كانت عبارة عن مقلب كان بيترمي فيها رمل ورتش وطفلة وحجارة، علشان كده هنعمل إحلال 1.5 متر قبل ما نبدأ نشتغل خالص. طلع عندنا جزء رملة اللي هي قدامكم دي، طلع عندنا جزء طفلة، طلع عندنا جزء صخور زي اللي هناك دي.